حياتنا السودانية تدهشك بساطتها، تفاصيل قد تكون عادية لكنها جميلة ورائعة. شاي الصباح نشاط يومي في كل بيت سوداني، يتحقق معه حقيقة أسرنا السودانية التي يعلو ترابط نسيجها الاجتماعي منذ القدم. اليوم يبدأ في البيت السوداني كما هو شائع بشرب شاي الصباح الذي يعتبر حلقة يربطها الشاي وتترابط فيها الوشائج وتتعمق فيها الصلات، بل هو جلسة يجتمع فيها أفراد الأسرة يتداولون أمورهم وأحوالهم. شاي الصباح من العادات السودانية الجميلة، قد يكون سادة أو مخلوط باللبن أو الاثنين معا. الأم أو الجدة في الغالب الأعم هي من تقوم بإعداد شاي الصباح للأبناء والأحفاد، وفي بوادين السودانية لشاي الصباح مكانته المتميزة في إعداده بداية من حلب اللبن وبقية خطواته. الأطفال يتابعون مع جدتهم شاي الصباح بلهفة وحب. يكتمل الشاي وباكتماله يبدأ شرابه من أهل البيت. شاي الصباح من المؤكد ليس مجرد شرب شاي فقط، فأثناء شربه تأتي سيرة الذكريات الطيبة، ويحس الفرد أنه مع أسرته، فتتعزز الروح الاجتماعية القوية. شاي الصباح مهم كممارسة لكل أفراد الأسرة وللضيف كذلك، فهو شارة للترحاب والكرم المجبول عليه أهل السودان. شاي الصباح وقفة تبدأ مع كل يوم، بل هو جلسة للتشاور وفرح بمشروب يؤكد خصوصية عاداتنا السودانية.